من القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان. ياللي اتحرمتم من التعليم الفرصة لسه قدامكو، من غير ما تغرموا ولا مليم إذاعتنا ناوية تعلمكو. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس الميعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي، أهل بلدي الشغالين المكافحين. كل ميدان تلقى الشجعان، وفي كل ميدان تلقى الشجعان. أولاد بلدي أولاد بلدي. من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج محمود شركس. أنا مين؟ أنا مش عارفة أنا مين. أنا سلوى ولا سوسو؟ وأنا إيه دلوقتي؟ وإيه مصيري؟ وإيه اللي ممكن يحصل لي؟ الحقيقة حياتي كانت غريبة، واللي حصل لي خلاني أحس إن الدنيا مش بتمشي حسب هوا كل واحد. ساعات الظروف والنصيب. لكن قبل ما أتكلم عن الظروف والدنيا والنصيب هحكي لكم حكايتي. بابا الله يرحمه مات وساب لنا قرشين معاش مش بطالين، وساب لنا كمان قرشين حوشهم من تعبه وعرقه وسهر الليالي. سابهم في البنك عشان الزمن، وعشت أنا وأمي وأخويا الصغير. الكل كان بيحبنا وبيحترمنا، والسبب والدي الله يرحمه. كان الكل بيحبه، عمره ما أذى حد ولا ضايق حد، طول عمره كان في حاله. وفي يوم من الأيام دق جرس الباب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. مساء الخير. يا مساء النور. أهلا يا فتحي يا ابني، أهلا وسهلا. ازيك يا ست ام سلوى؟ أهلا يا حاج صابر. اتفضلوا اتفضلوا يا سلوى. سلوى أهلا وسهلا، اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. خطوة عزيزة. ازاي الصحة دلوقتي يا حاج صابر؟ ايه الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كله كويس. مساء الخير. مساء الخير والنور على عروستنا الحلوة. ازيك يا سلوى يا بنتي؟ الحمد لله. اعملي لنا قهوة من ايدك الحلوة يا سلوى. حاضر يا ماما. يحضر لك الخير يا بنتي. انت جرالك ايه يا حاج صابر؟ ما بعتش الواد ابني يشتري منك حاجة الا لما تديله حاجة فوق البيعة، وبعدين معاك بقى هتطمع الولد. يا ستي ده كله من خير المرحوم جوزك، طول عمره كان حنين وطيب. فاتلك طولة العمر يا اخويا. بقى يا ستي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا جاي النهارده عشان اطلب ايد المحروسه سلوى بنتك لسي فتحي ابني. الله، ما تتكلم يا سي فتحي، انت سايبنا اتكلم وقاعد ساكت ليه؟ عامل مكسوف ولا ايه؟ ما هو انت الخير والبركه يا بابا. ايه رايك بقى يا ست ام سلوى؟ الراي رايك والشورى شورتك. فتحي ابنك وسلوى رخرة بنتك. يعني موافقه باذن الله؟ واحنا هيجينا اعز منك يا حاج،
ولا عز من فتحي؟ الحقيقة هو كلمني من زمان عشان يخطبها، وانا ما كنتش موافق لغاية ما اخد شهادته، وهو ان شاء الله هيتوظف بيها قريب. نجهزها ونستتها نوديها لغاية البيت من غير أيها حاجة. لا يا ستي، احنا مش عايزين منك حاجة ابدا غير سلوى، وان شاء الله زي ما بيقولوا يعني تتجوز بحصيرة وطبلية. موافقة يا حاج، وهنجهزها ونعمل اللي تطلبوه، المهم رضاك انت يا حاج. يا ست ربنا يوفقك للي فيه الخير. لا، انا مش موافقة على كل الكلام اللي قلتوه ده. بتقول ايه يا سلوى؟ مش عيب برضه تقولي الكلام ده؟ مين قالك ان انا عاوزة اتجوز فتحي ده؟ هو فتحي ماله يا سلوى يا بنتي؟ طيب وابن حلال وابوه راجل امير، والحارة كلها بتحلف بحياته، وكان صديق المرحوم بابا، مش كده؟ وماله يا بنتي؟ ده الراجل هو وابوه شاريني. غلط. انا مش عاوزة اتجوز بالطريقة دي، وكمان انا مش عايزة حد يغصبني على حاجة مش على مزاجي. طيب عيبه ايه سي فتحي؟ ثم ايه اللي يخليك انت تتكلمي في المهر والشبكة والسكن والكلام الفاضي ده كله من غير ما تاخدي رأي؟ يا بنتي ده اي واحدة في الحارة تتمنى فتحي، ده متعلم وابوه طيب ومفيش حاجة تتعيب ابدا. لكن انا بقى مش عايزة اتجوز. هو انا ضامنة عمري يا بنتي؟ ده انا نفسي افتح واغمض الاقيك في بيت العدل واستريح. يا ماما انا مش مستريحة كده، مش عايزة اتجوز فتحي. ليه بس؟ ربنا كريم والناس شاريينك، وابوه الحاج قال انه مستعد يجهز بنفسه، لكن انا قلت له لا، كتر خيرك، المرحوم فايت للبنت قرشين وخدوهم من عندي وجهزوا اللي يعجبكم. الراجل الحاج صابر الله يستره، الدمعة كانت هتفر من عينه وكبرنا في نظره، وقال اللي فيه الخير يعمله ربنا. المهم انا عايز سعادتهم. خايفة على القرشين اللي فاتهم المرحوم بابا. انا مش خايفة على حاجة يا بنتي، هعمل بهم ايه؟ انا عايزة اصرفهم عشانك برضو. صحيح لك اخ، لكن فاضل له وقت بسيط ويخلص دراسته ويشتغل، وانا مش عايزة حاجة من الدنيا. اهو كلامك ده